هو كان محضر ايه؟ دي حقيقة دي حقيقة. هو محضر ايه؟ مباراة القمة بين الاهلي والزمالك تنتهي بالتعادل وتقاسم النقاط. كولر طبعا ما ينفعش يبدا بتشكيله من غير حنيكه. بدأ في ناحية اليمين باكرم توفيق اللي مهما قطع كور ومهما رفع الشورت ومهما عمل مش عارف ايه، انا شايف انه ما بيقدمش اي حاجة هجومية. كذلك كوكا باك شمال لعيب جيد طبعا وكل حاجة، لكن مش مركزه الاساسي. في الوقت اللي عندك بره كريم الدبيس اللي انا مش فاهم بصراحة انت مصمم تعتمد عليه كجناح ليه. عموما شوط اول سيء جدا، مش فاكر فيه غير كرة امام اللي شاطها وعواد صدها وجت في العارضة، والاهلي للاسف ما كانش قادر يوصل الكوره جوه المنطقه وما كانش فيه خالص فرص حقيقيه. نزلنا الشوط الثاني، كولر قرر يعمل التغيير اللي كلنا مستنيينه ونزل بن شرقي بدري مكان محمد عبد الله، والباقي نعرفه جميعا. معلش يا كابتن معلش. كرة تروح لجراديشار عطار، رفع عينه ولعبها على البعيده لبن شرقي زي ما الكتاب بيقول، وبن قلبي كمان بيحطها بدماغه زي ما الكتاب بيقول. الجون جه وتفائلنا خير وقلنا هتمشي زي ما احنا عايزين. نفسي افهم تغيير الشحات بالدبيس دي بجد. يعني انت ايه اللي في دماغك وهو مش جناح اصلا ومش هيقدم حاجه اكتر من الشحات عشان يرجع يدافع؟ يعني صبرني يا رب. نيجي بقى لجون الزمالك اللي فيه كومبو اخطاء. كرة بتتلعب عاليه لناصر منسي اللي بيستلمها براحته خالص وبيلمسها 3 4 مرات بين 2 لعيبه، في الوقت اللي كوكا كان ضامن الملعب بشكل غريب جدا. كرة بتتلعب لعمر جابر اللي كان لوحده خالص، مع انها طولت منه بس كوكا برده ما لحقش لانه متاخر 7 سنين، وعمر بيلعب العرضيه. كابتن اشرف داري انت بتعمل ايه؟ يعني ايه اللي كان في دماغك عشان تسيب الكرة كده بجد؟ الماتش بيخلص تعادل، بكده ندي الفرصه لبيراميدز يكسب بكره ويوسع الفارق ل3 نقط.